انت كده كده عندك 7 موديول في جراحه التجميل للمنهج بتاعك. فاندمنتالز، وده مختلف عندنا عن اي حاجه تاني. بيرن سكين ليجنز، ودول انا بعتبرهم جزء لا يتجزأ من الفاندمنتالز. البريست، وهفاجئك ان البريست مش هينفع افصل فيه الاستاتيك عن الريكونستراكشن. حاولت اعملها وما نجحتش، بل بالعكس لقيت ان عشان يتشرح وعشان يتعمل لازم الاستاتيك والريكونستراكشن يكونوا في مكان واحد. وده اللي عملناه، واللي ذاكر معانا فاهم انا بكلمك في ايه. ده المفتاح اللي انت هتذاكر بيه. ذاكرت من بلاستيكولوجي غير بلاستيكولوجي لازم ذاكر كده. بل المعلومات بتاعه الاندر جرادويت لازم تكون معاك. يعني ما ينفعش تخش تمتحن جراحه تجميل وانت ما بتعرفش تعمل اكزامينيشن للبريست. بيصعب عليا لما يكون واحد داخل جراحه تجميل وهو ناسي التريبل اسسمنت اللي مش موجوده في منهج الجراحه كله غير في حاجتين: البريست، ومين فاكر الثانيه؟ الثايرويد. ايه ده يا دكتور بشو، هو انا لازم اعرف الثايرويد؟ هقول لك يا باشا، هو انت هتعمل نيك ليفت لواحده عندها جويتر وتكتشف الجويتر بعد ما تخلص؟ فلما يجي واحد يجيب لك حاله نيك سويلنج ويسالك في الاستيتكس تقول فسحني في المنهج، انت الغلطان، هو انت اللي فسحت نفسك. فما ينفعش تدخل تذاكر الحاجات دي وداخل تمتحن عند واحد تنين مجنح اساسا الباك جراوند بتاعه كان جنرال سيرجري. ايوه، اغلبيه اساتذتك كانوا جنرال سيرجنز. انت بتتكلم حتى اللي كتب لك الكتاب ده هو كان من باك جراوند بتاعه جنرال سيرجنز. لما تقيسش على اخر 5 سنين او اخر 8 سنين اللي كان يا دوب بقى ابتدت ايه الدنيا تتمخمض ويتبقى لنا ان في ناس كانوا بيور بلاستيك من الاول. وكونك ما اتعلمتوش مش يعفيك انك انت تعرفه. انت لازم تعرفه. عارف اللي بيقول لك اصل انا ما عرفتوش فانا مش همتحن فيه؟ ده بيفكرني بالطفل الصغير اللي بيغمض عينيه وفاكر اللي حواليه مش شايفين. لا يا صديقي، هو انت لازم تعرف ازاي تعمل بريست اكزامينيشن وبريست اسسمنت قبل ما تفكر تعمل له استاتيك او ريكونستراكشن. ومنها تدخل على الترانك واللور ليمب ريكونستراكشن، وده اساسي. الهاند بالكونجينيتال والتروما بتاعتها، الهيدن نيك سيرجري. ولا تنسى في الهيدن نيك سيرجري كل انواع التيومرز اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش، لدرجه في ناس بتتغاظ وتقول لك هو انا هتسال في الجو تيومر؟ وحياتك هتتسال فيها. ما انت ما تتسالش فيها ازاي؟ امال هو انت ازاي هتعمل ريكونستراكشن للتنج وانت ما تعرفش التيومرز اللي بتيجي فيه؟ ازاي هتعمل ريكونستراكشن للاورال كافيتي وانت ما تعرفش التيومرز اللي بتيجي فيها؟ وهتلاقي ان في الجامعات والاماكن الادفانسد هتلاقي في حاجه اسمها جوجينال فلاب. هو ايه جوجينال فلاب؟ اصل ده واحد هنعمل له اسوفيجاس لان الاسوفيجاس بتاعه اتاكل، وساعات الاسوفيجاس ده بيكون مهم. او التراكيه اتاكلت وهتحتاج انك انت تعمل لها ريكونستراكشن وتشوف ايه الحاجه اللي ممكن تنفعك تتعمل لها. انت تلاقي في الامتحان مش بيسالك على كل التنانين المجنحه دي، يقول لك هو انت لو عملت جوجينال فلاب هتتابعها ازاي؟ ايه ده، هو انا هتابع حاجه انا ما عملتهاش؟ هو انت مطالب بيها؟ طب هو انت هتعرف ازاي هتتابع جوجينال فلاب؟ هتتابعها ازاي؟ طب شابتر متابعه الفلاب اللي هو انت المفروض تعلمه فين؟ في فاندمنتالز. هو انت بالمناسبه هتتابع الجوجينال فلاب ازاي؟ فلاب مخفيه جوه، هتتابعها ازاي؟ يا دكتور بشوف، مش انا المفروض بشوف اللون وبشوف التمبريتشر وبشوف الكابري فيل؟ دي تحت الجلد، انا هشوفها ازاي؟ الكلام ده انا مش هعرف اشوفه. وبعدين التمبريتشر مش بنعتمد عليها. هتعرف الكلام ده ازاي؟ ففاندمنتالز. تذاكر الفاندمنتالز هتسلك في اي باب تاني، وهتلاقي الباقي كله تحصيل حاصل. ليه؟ لانك عارف المبادئ. اجي اقول لك هتعمل ريكونستراكشن للتراكيه، يعني انا لو سالت دكتور عماد دلوقتي اعمل لي ريكونستراكشن للتراكيه هتقوم تقول لي ايه؟ العيان ميكس اوف ايه؟ الافيلبل اوبشنز ايه؟ وانت بتعرف تعمل ايه؟ قلت الثلاث كلمات دول تمام. هقول لك هو ايه الافيلبل اوبشنز؟ هتقول لي الافيلبل اوبشنز على حسب الجرح بتاعي وعلى حسب التول بوكس والريكونستراكشن لادر او الاليفيتور. هقول لك لا، خليك سبيسيفيك هنا بقى، تشوف السبيسيفيسيتي وتقول لي هناخد الجوجينم ونرفعه ونعمل والكلام ده كله. لكن انت لو ما ابتديتش البدايات الاولانيه فانت ما عندكش سيستم في دماغك ممشيك. السيستم ده فين؟ في فاندمنتالز. يعني ايه فاندمنتالز؟ المبادئ بتاعتك. تلاقي نفسك داخل في الاستاتكس كل اللي فات ده تحصيل حاصل. عشان كده في الاستاتكس هتلاقي ان هي مبادئ، المبادئ اللي مبنيه على فاندمنتال. طول ما انت شغالين على هذا الاساس. اقول لك قاعده ريكونستراكشن، قاعده اعاده بناء. طيب